نصور على فكره. طيب دلوقتي احنا اول ما دخلنا مين استقبلنا؟ جدو رمسيس انكل. انا بالنسبه لي اكبر مني. انا صغيره يا بسمه. المهم جدو رمسيس الثاني هو اللي استقبلنا اول ما دخلنا المتحف. استقبلنا استقبال تحفه بصراحه. طيب احنا قلنا ان هو علشان يتنقل هنا للمتحف، اتنقل ازاي؟ اكيد ما اتنقل قبل المتحف هيتبني. هو كان فين؟ كان في باب الحديد. باب الحديد اللي هي اتسمت بعدين رمسيس على اسم بالظبط. اوكي، واتنقل هنا نظرا لانه اتعرض لعوامل بشعه جدا من عوامل التعريه دي حقيقة. والعوامل السيارات، فهو كان في حاله يعني مش متدهوره، بس كانت في حاله اللي هو لازم يتم انقاذه بسرعه. فاهمه؟ بس بالظبط لازم بسرعه. فايه يعني على طول نقلوه على المتحف. اوكي طيب هو طبعا لو جينا بصينا هنلاقي ان في حاجات كتير بتوضح قد ايه هو ملك. الموضوع واضح جدا. ليه؟ لانه اول حاجه لابس تاج، ومش اي تاج، ده التاج المزدوج اللي هو ايه؟ الديجرت، ماشي، اللي هو اللي بيبقى لونه احمر بتاع الشمال، واللي فوق اللي هو الابيض ده اللي هو واخد الشكل البيضاوي شويه ده اللي هو بتاع الجنوب. طيب والريشتين دول اللي هم ايه؟ اللي هي معت دي معت اللي هي بتاعت العداله. اوكي هو لابس ايه بقى اللي بعد التاج؟ ننزل بقى بالتدريج كده. لابس ايه؟ لا شعر، مفيش شعر. هو كان فيه باروكه بصراحه، بس لا هو مش لابس باروكه. ده النمس، غطاء راس عادي، غطاء راس عادي. والدقن هي الدقن المستعاره، هما ما كانوا بيحلقوا على طول. اوكي بس طيب وبعدين هنلاقيه لابس حاجه زي جيبه، بس هي مش جيبه، بيسموها النقبه او الشنديد القصير او بالانجلش كيلت. وفي النص كده الحزام بتاعه مكتوب عليه اسمه، والاساور بتاعته مكتوب عليها اسمه. يبقى هو ملك و60 ملك كمان. اوكي طيب ومقدم رجله الشمال خطوه عن رجله اليمين. ملك ولا مش ملك؟ ملك. انا بتصور كده يبقى ملك.